هي من تأثير صدمة نفسية عنيفة. حضرتك عارفة إن الغيبوبة الذهنية دي ممكن تفوق منها في أي وقت، وممكن تفوق منها وتدخلها تاني. وممكن ما تفوقش منها خالص. لكن كورس العلاج المكثف اللي كتبه لها الدكتور ساهر مدينا أمل كبير إنها تخرج من الغيبوبة في أقرب وقت. مسكينة يا سميحة، مسكينة حبيبتي. عن إذن حضرتك. يلا بينا يا عبد. يلا يا حسين. ربنا يقومها بالسلامة. إن شاء الله يا رب. تعرف لو حصلت معجزة وفاقت واكتشفت إن هي فقدت الجنين وشالوا لها الرحم، هتفتكر الحادثة، وساعتها هيحصل لها مضاعفات أكتر من اللي هي فيها دلوقتي. ربنا يلطف بيها. يا رب يلطف بيها وبيا وبحنان. اللي حصل لنا ده كان شيء بشع جدا جدا يا حسين. عشان كده كان لازم تبلغي يا عبد. تصدق إن أنا عذرة لميس ونادية وكل الناس اللي هي مش قادرة تديني عذر؟ معقول يا عبلة؟ معقول. لأن إحنا للأسف هم معتقدين إن هم صح، وأنا كمان متأكدة إن أنا صح. بس المنطق السليم بيقول إنك أنت لازم تحترم الآخر حتى لو اختلفت في رأيك معاه. والله عندك حق. تفتكر هنقدر نقنع حنان وأهلها إنها تبلغ معانا؟ ادينا رايحين لهم يا عبلة، نحاول نقنعهم، وإذا ما وافقوش مش هنيأس، هنكرر المحاولة تاني. انت قلتي لي ساكنين فين؟ في المنيب. يا خبر أبيض. سلم متعب قوي. قوي. انت متأكدة إن هي دي الشقة؟ طبعا متأكدة. يظهر مفيش حد جوه. دي حاجة غريبة قوي. طب خبطي تاني. مش ممكن يكونوا جوه ما بيفتحوش. لا. طب يلا بينا بقى. يلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عايزين الحاج اه. اصل الحاج باليومين دول بعافيه، ويظهر النهارده التعب زاد عليه، فجابوا له عربيه الاسعاف من الساعه، جت خدته وطلعت بيها على المستشفى. ما تعرفش ودوه أنا مستشفى؟ لا والله، بس مسامير البقاله اللي تحت هي اللي تعرف، عشان كانت واقفه وعربيه الاسعاف طالعه بيه. على العموم الحاج ابراهيم جاي بالليل، ممكن نساله علشان خاطر نروح المستشفى نزوره ونطمن عليه. كتر خيرك كتر خيرك. هو انتوا لا مؤاخذه قرايب الحاج؟ احنا قرايب الحاج. طب اتفضلوا، ما يصحش كده، لازم تستريحوا من الطريق تشربوا حاجه. ده الحاج طول عمره خيره علينا، وطول عمره صاحب رجوله وشهامه، بس سبحان الله فجاه طب. كتر خيرك. شكرا. سلام عليكم. سلام عليكم. مع الف سلامه. الله يسلمك. مع الف سلامه. شكرا. ضروري حصل حاجة جديدة خلت حالته تتدهور. متهيألي ما ينفعش نروح لهم المستشفى النهارده، أكيد حالته حرجة ومش هينفع نتكلم معاهم في أي حاجة. معاك حق، مش وقت زيارة خالص. طب إيه رأيك نطلع المديرية نشوفهم وصلوا لإيه؟ اوكي نطلع. التحريات بتتم في كل الاتجاهات، والحمد لله ونتائجها بتقربنا تماما من الجناه. والراجل اللي اسمه سيد شكمان بقينا قريبين منه قوي، وما تستبعديش بين لحظه والتانيه انه يكون بين ايدينا. هو اللي مصعب الحكايه عليا قوي الراجل الحارس اللي كان موجود في الفيلا يوم ارتكاب الجريمه. كل معلوماتنا عنه ان اسمه عم ايوب. عم ايوب ايه بقى، منين، راح فين، جه ازاي، كل ده مش لاقيينه. وده شيء صعب جدا، لان بمجرد ما نمسكه ونقرب منه هيسهل لنا كل حاجه ويعرفنا مين اللي كانوا شركاته في الجريمه. أكيد جهودكم وتحرياتكم هتجيب نتيجة مع الوقت يا فندم. نتعشم كده باذن الله. طب هنعمل ايه في حنان؟ هي دي اصعب حاجه في القضيه، اصلها لازم تيجي وتنضم للبلاغ عشان لما تدلي باقوالها يتم عرضها على الطب الشرعي. مش عارفة انا ايه اللي بيحصل لنا ده. كل الظروف ضدنا، وحسب تحرياتنا والدها الحاج ابراهيم صحته بتتدهور ونقلوه المستشفى. والله ما انا عارف اعمل ايه، وانت من ناحيه واحنا من ناحيه، وربنا يقدرنا بقى ونوصل لنتيجه. حياتي بقت جحيم، لا عارف انام ولا قادر افكر. ليه كل ده يا رب؟ ليه؟ استغفر الله العظيم، سامحني يا رب. هي ذنبها ايه؟ طب وانا ذنبي ايه؟
حنان زي ما هي بالنسبة لي، لسه حبيبتي. هم اللي دمروا حياتنا، الوحوش، بس هيدفعوا التمن غالي، غالي قوي زي ما كلنا دفعناه. هروح لها، بس خايف تصدني، ما تقدرش تسمع اللي انا عايز اقوله، بس لازم احاول، لازم. ايوه هروح لها. يوه حاضر جاي اهو. مين؟ اهلا اهلا اهلا، دي اسكندريه نورت. نورت حضرتك. اتفضل. والنبي من نبى النبي نبي بتحبوا بعض. انا قلت لاختي ام ابراهيم دي عين قويه وصابتكم. ازيك يا حنان؟ كانش في لازمة تيجي لحد هنا وتتعب نفسك يا ابن عمي. حنان، انا عرفت من عمي ومرات عمي من جورنال، عرفت باللي حصل. قالوا اسمي في الجورنال؟ واللي كاتبينه، وعرفت انك واحده من ثلاثه. انا سبت لك شبكتك ودبلتك مع ابويا. ايه اللي بتقوليه ده؟ انت بتعملي ليه كده؟ استحاله في يوم من الايام كنت اتصور انك تضيعي مني. ما هو لا بايدي ولا بايدك. لو تدليني على سكه الكلاب دول كنت قطعتهم. لو كنت عرفت اوصل لهم يا مصطفى كنت شربت من دمهم. حنان، انا ما اقدرش وما ينفعش ابدا ان استغنى عنك. وانا ما ينفعش ابقى لك يا ابن عمي. يا ابن عمي يا حبيبي العمر كله. هو ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ انا ابن عمك، وانا حبيبك، وانا خطيبك، وانا كان فاضلي شهرين واتجوزك. عمري ما لبست شعرايه منك. يوم الكلاب بيعملوا كده. بس يا مصطفى، بس يا مصطفى عشان خاطري بس. حنان، انا لا يمكن اتخلى عنك ابدا. مصطفى، الحب اللي انت حبيتهولي والحب اللي انا حبيتهولك مات، اتقتل يا مصطفى. انا خلاص ما عدتش انفعك يا ابن عمي، ما عدتش انفعك وما عدتش انفع حد. ولو انت هترضاها على نفسك تحت ضغط الحب، انا مش هرضاها لك يا ابن عمي. اديك قلتيها يا ابن عمي، انا ابن عمك، يعني انا اولى الناس بيكي، انا الوحيد اللي استر عليكي. ربنا سبحانه وتعالى بس هو اللي بيستر على بني ادمين، بس لو انت عايز تستر عرضي وتستر عرض عمك ابن عمك اللي انت عرفته ده، ما يطلعش بره يا مصطفى، ولا لعمي ولا لمرات عمي. حبنا، حب العمر يا حنان، اتقتل زي ما انا اتقتلت. انا مش قادر اتصور ان انا ممكن اعيش من غيرك يا حنان. هتنساني يا مصطفى؟ هتنساني؟ وربنا هيعوضك بواحدة بنت حلال تحبك تشيل اسمك يا مصطفى. مفيش واحدة في الدنيا ممكن تحل محلك يا حنان مهما كانت. كلام بتقوله يا مصطفى دلوقتي يعني واحنا لحظة ضعف وعواطفنا يعني اللي بتحركنا، لكن